بيمسح لك مهنه اول بحيرك، هو مفتكر انه هم لهم تاثير، والواحد مفتكر انه هو ممكن يخلق فتنه. شفت الاشكال وين؟ انه ممكن هو يخلق فتنه. يعني ما ادي نفسه قوه انه هو قوي لدرجه انه يقدر ياثر في الناس، هو ممكن يخلق فتنه. بيجيب الفيديوهات، يا ناس الشماليه والله قلنا لكم ولازم تعملوا كده. كان الناس الشماليه دي الناس كده هو رابطهم بحبل من رقابينهم، وبسوقهم يمين وبسوقهم شمال. يا ناس الجزيره هاي والله قلنا لكم اعملوا ناس فلان كده واعملوا ناس فرتكان كده. انت الناس انت رابطهم في حظيره، وانت بتسوي بيهم ولا ماسكهم برموز تتحكم بيهم تتحكم فيهم؟ يعني بشر كده. بس الحمد لله، انا اقول عبد الجزير الحمد لله انه ديل خصومنا يعني، وما ناس اخرين. والله يا استاذ علاء الدين، اول حاجه التحيه لك، والتحيه لشرقاوي قاعد تحت، والتحيه للامين الكاهلي، والتحيه لبيبي وهجانا وكل الاخوان. اول حاجه شاركوا في الشغل بتاع امبارح ده، والشغل بتاع امبارح ده يا استاذ علاء الدين شوف سبحان الله تم شرقاوي قاعد تحت. قاعد. بعد تخلص انا عندي له رساله بس خليه يسمع مني. تمام. تمام. فالشغل اللي تم امبارح شغل سبحان الله يعني يا استاذ علاء الدين، شغل ما شوف يعني كنا قاعدين انا وانت يعني نتونس، فتم كده شغل يعني الهي تمام بالصدفه بس سبحان الله. اي والله. الشغل ده تم. اي والله. فشوف في طلعنا بنتيجه جميله رضتنا كلنا كسودانيين، ونحن قدمنا قضيه الوطن، ما عملنا شيء ده الا لجنودنا القاعدين في الميدان اولا واخرا. انا واحد من الناس ضمن المبادره دي يا استاذ علاء الدين، والكلام ده نحن تكلمنا فيه كلنا كاننا ويتا وحجانا وكل الشباب وكل الاخوان اللي جو وبادروا بالكلام ده، شرقاوي وبيبي واللمين، والله الا عشان خاطر جنودنا القاعدين في الميدان ديل، لانه ديل اكرم مننا وهم الارجل مننا وهم اللي ما قاعدين يدفقوا كلام. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا استاذ علاء الدين، الحاجة دي طبعا ما انتهت الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله على ذلك، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ولك ولكل الشباب. الشيء الثاني الهسي بقى ماشي بعد ما الحاجة دي اتقفلت يا استاذ علاء الدين، بقى ماشي زي ما بقولوا النكت تمام في الجرحة، عشان وانت مركز معايا انا قاعد اتكلم وقاصد منه. في ناس قاعدة تنكت عشان تاني ايه؟ لانه استاذ علاء الدين ده تمام ود الجزيره ابو 20 ده قفلوا لهم موضوع نحن ما دايرين انه يتقفل. نحن الموضوع ده دايرينه ليه؟ لانه الموضوع ده ترندي يا زول، الموضوع ده مكسب. في ناس الموضوع ده دايره تكسب منه مكسب سياسي، في ناس الموضوع ده دايره تكسب منه مكسب مجتمعي عشان تبني عليه قاعده. ودي ما اول مره انا بالنسبه لي يا استاذ علاء الدين ناس عمسيب يعملوا الحركه دي، اول الانفصاليين، لانه الموضوع مجرد ما يخش في عبد الرحمن عمسيب تاكد تماما انه الزول ده بعد الموضوع ده داير يمسكه وحيجتهد فيه وحيشتغل عليه، وفعلا اشتغل عليه في الهاوس كلوب واشتغل عليه على مستوى اليوتيوب تمام. بنفس الطريقه دي بتذكر كان قامت برضه مشكله تمام، لو الناس بتتذكر لما كان في علي الدنقلاوي داك بيتكلم عن الاشياء دي تمام في شمال السودان تمام، عمسيب طلع تمام واصطاد في نفس المياه العكره دي. ونحن هنا لما جينا ووقفنا الشيء ده كتلنا الدش اول حاجه لعمسيب، لانه عمسيب داير القاعده الشعبيه، عمسيب ما داير الامام الطيب، عمسيب داير قاعده الامير الطيب بالمناسبه. والنقطه دي يا استاذ علاء الدين اهم حاجه لعمسيب، اهم له من الامير الطيب ذات نفسه. عمسيب داير القاعده اللي ورا الامير الطيب تمام، زي ما يوم من الايام روجوا شوف عمسيب ذاتهم بشعارات الدرع تمام، وقالوا انه نحن الدرع ده حقنا والدرع ده معانا، وروجوا خطابات لكيكل ديل عمسيب ده ذات، وديل شفعوا القاعدين في الميديا. عمسيب هتكوا للنسيج المجتمعي في الجزيره بالمناسبه شغال فيه وشغالين فيه الشفع الجهلاء تمام الذي منطوين حول الانفصال ده، وده لانهم هم ما مدركين للكلام ده، والامثله عندنا كثيره جدا يا استاذ علاء الدين. الحاجه الثانيه المكاسب السياسيه اللي حاولوا ناس يصطادوا عليها واللي حاولوا ناس يشتغلوا عليها عشان يكسبوا بترند الفتنه ده بالمناسبه. لكن سبحان الله
الترند ده لما جيت قفل في منصه ابو 20 الدش ده اتقتل. والله يا اخي شنو طوال الناس اعتذرت. ليه؟ لانه ما اتقفل عندنا. ما هو دائما بيقول لك شنو في القوات المسلحه، بيقول لك اذا لقيت الطريق امن تاكد في كمين. فصاحبنا جا لقى الطريق شفت شنو؟ امن، ما في اي زول خاشي مطلع راسه عشان يطفي الموضوع ده. قال انا عشان اطفي الموضوع لازم اسير الجدل وبعد ذاك اخش. خير وسيله للدفاع هي الهجوم، وده فعلا الحصل. لكن لما الهجوم جاء، لما الدفاع جاء من طريق ثاني بالمناسبه قتلوا الدش، وبطريق منه؟ بطريق كل شباب السودان، ما بطريق شباب معين، وبطريق الشباب ذاتهم، والمبادره كانت منهم هم ذاتهم ما مننا نحن، لانهم هم قدموا قضيه الوطن دي. الحاجه الثانيه يا استاذ علاء الدين والاخيره عشان تديك الفرصه، اصطياد الليله في منصه فتحت، وانا من هنا برسل رساله لواحد انا ما داير اذكر اسمه، ولا انا عندي لايفي، لكن طالما انت في الشاشه ما داير اذكر اسمه. في ناس قاعدين بينكتوا، وامبارح نحن فاتحين لايف وفتحوا لايف معاكس، تمام؟ بيمسكوا في نقطه معينه، تمام؟ طالما ما لقوا النقطه الرئيسيه دي اتقفلت، مسكوا في نقطه معينه هي نقطه بتاعت اخلاق، وانا من هنا بوجه له الرساله. الاسلوب بتاع الاخلاق ده ما عندنا مانع، نحن كلنا متفقين عليه، انه اي زول هنا ده لازم هنا اخلاقه تكون اخلاق رشيده، لانه هو بيحكي الصوره للمجتمع، وهنا لما بيطلع بيمثل المجتمع، وصوته بوصله للمجتمع، ما بوصله لفرد ولا فردين. المجتمع ده فيه جميع الاشكال، 18 20 سنه، وفيه نساء وفيه رجال وفيه اسر بيسمعوا زي ما قال يوم من الايام استاذ علاء الدين. فنترجى انه الناس تضبط النفس في مستوى الاخلاق، يكون اخلاق بتاع رساله واضحه ورساله جميله يستفيد منها الشعب السوداني. واكثر رساله انا بشدد عليها انه الناس تركز على رساله الوعي، وبالذات يا شرقاوي انه رساله الوعي دي تكون منكم انتوا ديل ذاته يا شرقاوي، تمام؟ على مستوى الجروبات وعلى مستوى لايفاتكم، تمام؟ وعي اول حاجه الوعي.